الوعي الأنثوي هو إنِّك تكوني مخلوقة بفطرة أنثى وتعرفي تستخدمي ده صح. في الزواج بيحافظ على جاذبيتِك واحترامِك، في العلاقات الاجتماعية بيخلّي الناس تشوفِك كما يجب. الوعي الأنثوي عمره ما كان رفاهية، ده أساس نجاح أي علاقة في حياتِك. ودلوقتي هنتناول نقطة نقطة بالتفصيل وهافهّمِك إزاي يكون عندِك وعي أنثوي في كل مراحل حياتِك. نيجي على أول مرحلة وهي مرحلة الزواج. هتيجي مثلًا تقولي لي طب الوعي الأنثوي هيفيدني إزاي في الجواز؟ هاقول لِك إن الوعي الأنثوي 1 بيحافظ على جاذبيتِك بعد الزواج. الراجل بطبيعته بينجذب للمرأة اللي بتكون هادية من جواها، مرتاحة مع نفسها، بتكون مُعتنية بنفسها، لا هي مسترجلة زيادة عن اللزوم ولا هي مستسلمة زيادة عن اللزوم، لإن الوعي الأنثوي ده بيستمر معاكِ وبيخلّي ليكِ جاذبية مستمرة، مش بس في أول العلاقة. تعالي ناخد مثال تطبيقي، واحدة بتتخانق مع جوزها، في نفس الوقت ما تصرّخش ولا تبقى صامتة طول الوقت، هي هتتكلم بهدوء وتقول له أنا زعلانة وعايزة نحل الموضوع بهدوء، خلّينا ناخد وقت وبعدين نتكلم. هنا ده أسلوب أنثوي ناضج. 2 بيخلّي العلاقة متوازنة، المرأة الواعية أنثويًا ما بتجريش ورا الحب ولا بتتعلق زيادة، وفي نفس الوقت هي مش شخصية جافة، فالعلاقة بتاعتها دايمًا بتبقى مستقرة ومش محتاجة شد وجري وشد وجذب وزي يعني كل شوية. تالت نقطة، بيخلّي الزوج بيحترمِك تلقائيًا، ليه؟ لإن البنت اللي عندها وعي أنثوي ده بيخلّيها واضحة ومن غير خوف، وفي نفس الوقت عندها حدود ومش بتخاف تخسر حد، وفي نفس الوقت هي مش عدوانية ومش عدائية. فالزوج بيحس إن ليكِ قيمة فبيحترمها، لإنِّك بتاخدي حقِّك زي ما بيقولوا أخدان الحق حرفة كده، بتاخديه وفي نفس الوقت مش بطريقة هجومية. 4 ده بيساعدِك تفهمي لغة الراجل، لإن الوعي الأنثوي لو موجود عندِك ده بيساعدِك كتير أوي إنِّك تعرفي لغة الراجل. بمعنى إيه؟ الراجل لغته مختلفة عننا، يعني مثلًا بتلاقي الراجل بيحب الحلول مش الشكوى الكتير، بيحب ياخد مساحة مثلًا مع نَفْسه، يروح يقعد مثلًا مع صحابه على القهوة، يقعد يصطاد أو يقعد كده مع نَفْسه في اللاشيء، كل شخص يعني أو كل راجل على حسب طبيعته، فهو بيحب المساحة. وفي نوع تاني برضه بيحب المَرَح، وبيحب الست اللي مش كل حاجة عندها أزمة، يعني بمعنى أصح كده تعدّي المواضيع. الوعي الأنثوي ده بيخلّيكِ تفهمي ده وتتعاملي صح. طيب تعالي نتكلم في النقطة التانية، ثانيًا أهمية الوعي الأنثوي في العلاقات الاجتماعية ومع الناس عمومًا. 1 بيخلّي حضورِك محترم وهادي، الوعي بيخلّيكِ مش بتندمجي بسرعة مع الناس، وفي نفس الوقت مش بتقولي كل أسرارِك ولا بتعملي مجاملات زيادة عن اللزوم عشان اللي حواليكِ يرضوا عنِّك يعني. بيكون عندِك حدود مع كل حد، فبتباني رزينة وراقية في تعاملاتِك. 2 بيمنع الناس تتعدّى عليكِ، لو أنتِ عندِك وعي أنثوي فده بتقدري من خلاله إنِّك تقولي لأ بس بأسلوب لطيف، وما تسمحيش لأي حد يتجاوز بدون عصبية أو إحراج، وده طبعًا بيخلّي الناس تحترمِك أكتر. تالت حاجة بيزيد فرص احترامِك في العمل والدراسة. إزاي؟ لإن البنت اللي عندها وعي أنثوي بيكون حضورها هادي وأسلوبها مؤدب وكلامها قليل بس مؤثر، بتعرف تقول إمتى الكلمة، وعمرها ما بتدوّر على لَفْت الانتباه أو الأنظار أو اللي هي تبان اللي هي أحسن واحدة في القعدة ولا الكلام ده خالص. فطبعًا لمّا بيبقى فيها الصفات دي بتبان شخصية قوية وهادية في نفس الوقت. طيب تعالي نتكلم على النقطة التالتة، اللي هي أهمية الوعي الأنثوي في مرحلة الأمومة. لو أنتِ عندِك وعي أنثوي هتقدري تتعاملي مع الطفل على قد سِنّه، مش على قد عصبيتِك. في نفس الوقت هتلاقي نفسِك بالِك طويل زي الأمهات كده بتوع زمان. طيب تعالي نتكلم في الدراسة والشغل، دايمًا، دايمًا بتلاقي البنت اللي عندها ذكاء اجتماعي بتعرف تثق في مين ومين تبعد عنه. وعندها ترتيب للأولويات، يعني هي لو هتشتغل أو هتدرس، هتشتغل أو تدرس بتركيز، وتبعد بقى عن كل العلاقات الجانبية، يعني لو لسه single ما تدخلش في علاقة ما لهاش مسمى. طيب وليها قيمة ذاتية،
يعني إيه ليها قيمة ذاتية؟ يعني هي مش محتاجة تقدير خارجي من أي حد. ليه؟ لإن ببساطة هي عارفة نفسها بهدوء. ودي كانت كلمة من قلبي ليكم، أشوفكم في حلقة جديدة. سلام.